توقف امامه كثيرا. النهارده ادوارد سونس وهو يعني من اعضاء الوكاله الامريكيه كشف عن امر في غايه الخطوره، ان تنظيم داعش الذي يتحدث عنه الجميع ويدخل دائره الاهتمام الان في الداخل وفي الخارج وفي على المستوى الاقليمي والدولي هو وليد او صناعه امريكيه بريطانيه اسرائيليه. ده اللي قاله النهارده ادوارد سونس وهو الموظف السابق في وكاله الامن القومي الامريكيه، وقال أن هذا التنظيم جاء نتيجة اتفاق إسرائيلي أمريكي بريطاني على ضرورة خلق تنظيم إرهابي كبير قادر على استقطاب المتطرفين من جميع أنحاء العالم في مكان واحد. وكانوا بيطلقوا على هذا التنظيم ليس داعش، كانوا مسميينه عش الدبابير. هذا هو التوصيف النهاردة، لنعي جميعا أن هناك يعني أمور لا تأتي بالصدفة، وأن هناك مخططات كبيرة، لأنه حينما يتم الحديث عن هذا الأمر دائما ما يقول البعض يعني انسوا نظرية المؤامرة قليلا وانظروا بموضوعية، لكن الموضوعية أيضا تشير إلى أنباء من هذا النوع.